برج الثور. الو. القراءة دي هنركز على الشخص اللي بتفكروا فيه. شوف هو احساسه ناحيتكوا ايه وشايفكوا ازاي، ايه نواياه الفترة اللي جاية بخصوص الموقف اللي بينكوا. دي هتكون قراءة عامة، مش شرط انها تنطبق على الناس كلها. اذا حابين قراءة خاصة الايميل بتاعي في الديسكريبشن بوكس. الطاقة بتاعت القراءة دي بالنسبة للناس ممكن تكون اوريدي حصلت، بالنسبة لناس تانية ممكن تكون بتحصل او لسه هتحصل. فخلينا نشوف التارو هيقول لنا ايه بخصوص الموقف اللي بينكوا وبين الشريك. Please tell me what's coming forward towards Taurus regarding the situation with the person on their minds. Tell me about this person's thoughts and feelings and actions, also intentions regarding their situation and the relationship with Taurus during this period of time and onward. Please tell me about the energy of the person on Taurus minds. Tell me about this person's thoughts and feelings and intentions regarding whatever is going on between them and between Taurus during this period of time and onward. Last shuffle. كارما ممكن تسموها باي باك، بس انا شايف انها كارما اكتر منها باي باك. شايف الشخص ده الى حد ما آه يعني الطريقة اللي هو بيظهر بيها بإحساس إن هو زي ما يكون آه الكارما في مصلحته أو الكارما في صفه، خليني أقول كده. أوكي. إنما أنا مش شايف إن ده بيستعمل الانرجي دي بطريقة سلبية. وفي نفس الوقت ممكن يكون بيتباهى شوية، ممكن يكون في احساس بشغل العيال كده، ايجو شوية في تصرفاته. انما هو احسن من الاول في الوقت الحالي، على الاقل على المستوى النفسي. عنده احساس زي ما يكون اثبت وجهة نظره. اوكي. او ان الاحوال والامور مشيت لصالحه. فعنده احساس ان هو زي ما يكون كده كرامته رجعت له، كبرياءه رجع له. بيحاول يظبط نفسه على المستوى النفسي، بس في نفس الوقت انا مش شايف ان هو بيحاول يضركم. فاذا كان الشخص ده مبسوط في الوقت الحالي، ربنا يبسطه اكتر. اذا كان حاسس ان هو بشكل او باخر صورته بقت احسن، برضه دي حاجة كويسة. طالما ان هو مش بيستغل ده استغلال سيء ضدكم، خليني اقولها بالشكل ده. آم، في احساس شوية بالتشفي. اوكي. بس انا مش بعتبرها مكايدة او تشفي او واحد فرحان فيكو، على قد ما هو ممكن يكون فرحان لنفسه، خليني اقولها بالشكل ده. اوكي. آم، خليني طيب اشوف هو احساسه ايه تجاهكم في خلال الفترة دي. Universe, please tell me about this person's feelings regarding whatever is going on between them and between Taurus during this period of time and onward. هنا بقى ممكن يكون ده اللي مش عاجبني شوية في تصرفاته. بقى ابتدت تبان
الكبرياء والايجو، يعني في شيء من التشفي كده برضو، اللي هو لا 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 خلاص انا مش محتاج لكم، العلاقه بينا انتهت خلاص، والله لو عايزين تتكلموا معايا اهلا وسهلا، مش عايزين تتكلموا معايا برضو انتوا حرين، فاهمين؟ برضو يعني اللي هو النفس البشريه بقى، مش عارف اسميها ولا ايه. الناس لما بتحس ان هي وضعها بقى احسن، موقفها بقى احسن، حتى على المستوى النفسي، غصب عنهم بتبتدي تبان بقى الديفكتس والمشاكل وال مش عارف ممكن يكون احساس بايه، احساس بعدم التواضع، احساس بالكبرياء والايجو زياده عن اللزوم، اللي ممكن يكون بيخلي الناس تنسى ان هي المفروض تكون كويسه مع بعض على اي حال من الاحوال، حتى لو هم احسن والاشخاص التانيين وضعهم ممكن يكون اضعف، بس ده مش سبب او مش داعي يخليهم يحسوا بنفسهم على الناس اللي حواليهم. في احساس ان الشخص ده لحد ما ابتدى يحس بنفسه عليكم، و ابتدى يتصرف بمفهوم ان هو يعني لو عايزين تتكلموا معايا اوكي انا موجود، عايزين تبعدوا انتوا حرين، انا في جميع الاحوال مش فارق معايا. في الاحساس ده في الورق. ما اعرفش، جايز يكون ده نتيجة لاحساسه قبل كده انه هو موقفه كان ضعيف وانتوا كنتوا اقوى واسأتوا التعامل معاه، جايز يكون احساسه نتيجة لانه الدنيا دوارة زي ما بيقولوا، والكورة بتلف وهي الكورة دلوقتي في ملعبه، فهو مبسوط بالكورة بقى وعمال ينطط وبتاع وحاجات كده. I don't know، بس في الاحساس ده يعني. انما اللي انا شايفه ان هو بيبعد، اللي انا شايفه ان هو بعيد خلاص، بيتعامل على اساس ان الامور بينكم انتهت، وعلى اساس ان هو مبسوط مش متضايق، والعلاقة بينكم لو انتوا عايزينها تستمر اهلا وسهلا، لو مش عايزينها تستمر انتوا حرين، فاهمين قصدي في السنس ده؟ طب هو شايفكم انتوا ازاي بقى في ظل اللي بيحصل ما بينكم ده؟ بس انا عايز اشوف رؤيته من جوه في الباك سين، يعني اللي هو في دماغه كده، الحاجات اللي ما بيطلعهاش، مش الحاجات اللي ممكن تكونوا بتسمعوها منه، لا الحاجات اللي هو ما بيقولهاش. Universe, please tell me about how is this person viewing Taurus regarding whatever is going on between them during this period of time and onward. Okay. هو شايف ان انتوا كمان ما بتعبروش عن رغبتكم في ان انتوا ترجعوا لهم، برغم ان هو ممكن يكون عنده احساس ان انتوا لسه عايزين ترجعوا لهم وكل حاجة ولسه بتفكروا فيهم، انما في نفس الوقت في احساس ان هو شايف ان انتوا ما بتعبروش عن الرغبة دي. اوكي، بل بالعكس، انتوا ما بتعبروش عن مشاعركم اطلاقا ناحيتهم، ويمكن هو شايف ان ده ممكن يكون بيسبب بينكم بعد اكتر، وعدم كلامكم معاهم او عدم تعبيركم عن مشاعركم ناحيتهم ممكن يكون بيقلل الفرص ما بينكم، او بيديله احساس ان انتوا الموضوع ما بقاش فارق معاكم. فيمكن عشان كده هو بيتعامل بقى بالانرجي دي، اللي هو والله لو عايزيني انا موجود، بس غير كده انا مش هعمل، انا وضعي بقى احسن دلوقتي، انا بقيت قادر يعني اتحمل اكتر من الاول، والوضع ما بقاش مضايقني زي زمان. في الاحساس ده في الانرجي بتاعته، اعتقد ان الاحساس ده ممكن يكون جاي له برضه كريفلكشن او كرد فعل من تصرفاتكم ناحيته. هو شايف ان انتوا مش مهتمين، فبالتالي هو بيقول خلاص عايزين تبعدوا بعدوا، عايزين تقربوا قربوا، انا في جميع الاحوال سعيد مبسوط، والموضوع مش فارق معايا قوي. انا متوازن، فاهمين؟ بيتعامل بالانرجي دي، اللي هو زي ما يكون مستكفي، يعني خلاص الموضوع ما بقاش فارق معاه قوي. في احساس ان انتوا بتلعبوا بينج بونج كده مع بعض شويه، انتوا مبينين له ان هو مش فارق معاكم، وهو كمان مبين لكم ان هو مش ان انتوا مش فارقين معاه، فاهمين قصدي؟ والله لو انتوا الاتنين مبسوطين بكده يبقى خلاص، يعني كل واحد يروح لحاله احسن بقى. خلينا نشوف طيب هو هيتصرف ازاي ناحيتكم الفترة اللي جاية، او ايه نواياه ناحيتكم الفترة اللي جاية.
Universe, please tell me what's the most expected action this person will take towards Taurus regarding whatever is going on between them in the near future. Tell me about this person's intentions regarding this situation with Taurus. اعتقد ان هو بيتعامل بمبدأ يعني اللي يحصل يحصل whatever happens happens، بس اهم حاجة ان انا مش عايز دراما ووجع دماغ. انا عندي احساس ان الشخص ده زي ما يكون خلاص ما بقاش عايز مشاكل اكتر من كده. كل اللي هو محتاجه في حياته هو شوية استقرار وشوية peace of mind كده، او شوية هدوء. اوكي، ف انا مش شايف ان هو بيحاول يثير مشاكل، انما كمان انا مش شايف ان هو بيحاول يحل المشاكل. اوكي، زي ما يكون بيفكر بمبدأ يعني اللي يحصل يحصل. اوكي، في البدائل كلها موجودة قدامكم على الترابيزة، الاختيار حاجة ترجع لكم. عايزين تتعاملوا كويس اوكي، عايزين ما تتعاملوش خالص برضو اوكي زي ما انتوا عايزين. انما في جميع الاحوال اهم حاجة ان احنا ما يكونش في بيننا مشاكل، لان انا مش عايز مشاكل اكتر من كده. انما انا يعني شايف ان هو مبتعد اكتر منه بيقرب اكشلي. اوكي، خليني اقول ان هو مش بيثير مشاكل، انما كمان مبتعد وزي ما يكون بيتساءل كمان في نفس الوقت، هو انا في حاجة في ايدي ممكن اعملها بعد اللي حصل ده؟ ففي احساس ان هو مبتعد بشيء من القاء اللوم عليكم، انما في نفس الوقت ما بيعملش مشاكل ومش عايز مشاكل في نفس الوقت. هتسألوني هل هو هيصلح الفترة اللي جاية؟ انا مش شايف ان هو بيصلح الفترة اللي جاية، بس انا شايف ان هو رد فعله بيعتمد على تصرفاتكم انتوا الشخصية. اذا هتقربوا اعتقد ان الشخص ده ممكن هيقرب، بس اذا هتبعده هو كمان بيبعد، لان هو عنده ميول للبعد اكتر منها للقرب اكشلي. اوكي، الابراج اللي انا شايفها، انا شايف برج الميزان، برج الاسد، جوزاء، عقرب، عذراء، سرطان، دلو، قوس، حمل. دي الابراج اللي انا شايفها. ممكن يكون اي برج تاني، بس مينلي دي الابراج اللي انا شايفها في الورق ده. خليني اشوف الرسائل المهمة اللي هتجيلكم من الابراج اللي حواليكم الفترة اللي جاية. ممكن يكون فيها رسالة او اتنين من الشخص ده، بس مش شرط. ممكن تكون من اي حد تاني في حياتكم، حد معجب بيكم، حد عنده مشاعر ناحيتكم وانتم مش حاسين. من خلال الوصف بتاع الموقف ومن خلال الابراج اللي انا هقولها تقدروا تعرفوا الشخص ده ممكن يكون مين في حياتكم. قريب، صديق، حبيب، زميل. I don't know, we'll see. Universe, please tell me, amongst 12 houses of the zodiac signs from Aries to Pisces, what are the most important messages coming forward towards Taurus during this period of time and onward regarding love and relationships, ongoing love and relationships, also new love and new relationships? الرسالة الأولى جاية لكم من شخص ما عايز يقول لكم فيها اوكي. رسالة غريبة أوي، الاستسلام التام أو الموت الزؤام. رسالة غريبة جدا، رسالة ثياتريكال. لا طبعا هو ما بيقولش الاستسلام التام أو الموت الزؤام، بس منظر الورق كده بيقول الكلام ده اكشلي. هو الشخص ده يعني في احساس ان هو زي ما يكون بالبلدي كده بيخلع، يعني خليني اقول كده، اللي هو ما بقاش فارق معاه حاجه. يعني اللي هو عايزين تبعدوا بعدوا، عايزين تقربوا قربوا، وانا مش فارق معايا اي حاجه. يعني ابسط تعبير عن الورق ده ان الشخص ده بيبعد، شايف انه في بعد بينكم اكتر، شايف ان مفيش فرص ان الاوضاع بينكم تتصلح، شايف ان في احساس بالتخلي سواء من ناحيتكم او من ناحيتهم، شايف انه الامور بينكم ما بتتحلش بشكل او باخر، او مفيش حد بيدي فرص انها تتحل سواء انتوا او سواء هم. I don't know who's who يعني. بس في احساس ان انتوا عشان ترجعوا تاني في العلاقة دي
يبقى محتاج انها تبذله شويه مجهود زياده. واذا كانت العلاقه دي علاقه جديده، فالشخص ده عنده احساس ان انتوا زي ما تكونوا مش سائلين فيه اساسا، اللي هو مش في دماغكم، يعني عنده احساس ان هو مش في دماغكم. اوكي، الرساله دي جايه لكم من برج الحمل، برج الميزان، برج الاسد، وكمان برج الدلو، وده كارت زياده بس هو كان له معنى عشان كده هو طلع. الرساله التانية جايه لكم من شخص ما في حياتكم، عايز يقول لكم فيها آه اوقات بحس ان انا احساسي ناحيتكو، رغبتي فيكو، مشاعري ناحيتكو ملهاش معنى. اوقات بحس ان المشاعر دي كلها والتفكير ده والرغبة دي ممكن تكون مجرد احلام يقظة، انما ملهاش اساس ومش هيكون لها اساس. الا اذا انتوا بادرتوا ناحيتي وكلمتوا معايا وابتديتوا تعبروا عن مشاعركم شويه. الشخص ده ممكن يكون متواكل شويه عليكم، او ممكن يكون عنده احساس ان هو تفكيره فيكم او مشاعره ناحيتكم مش هتوصلوا لنتيجه معينه. الا اذا انتوا بينتوا له شويه اهتمام من ناحيتكم. الرساله دي جايه لكم من برج الحوت، برج القوس، برج الميزان، وانتوا كمان موجودين برج الثور. الرسالة التالتة جاية لكم من شخص ما في حياتكم، عايز يقول لكم فيها انا هفضل ابعد لغاية لما تعرفوا غلطكم. رسالة غريبة قوي. الشخص ده عايز يقول لكم ان هو مش من اهدافه ان هو يغير تصرفاته. هو هيفضل يبعد لغاية لما انتوا فعليا تبتدوا تقدروه او تدوله التقدير اللي هو شايف ان هو جايز يكون مستاهله. طول ما ده ما بيحصلش هو هيفضل يبعد اكتر لغاية لما انتوا تحسوا ان انتوا محتاجين تقدروه اكتر من كده شوية. جايز تكون الرسالة دي يعني منكوا انتوا له او العكس، يعني take it as it resonates يعني. عموما الرسالة دي جايه لكم من برج الحوت، برج الدلو، وبرج العقرب. اوكي، الرسالة الرابعة جاية لكم من شخص ما في حياتكم، عايز يقول لكم فيها مستقبل العلاقة بيننا أصبح غير واضح. أنا ما بقتش عارف بصراحة أنتوا عايزين تبعدوا ولا أنتوا مهتمين. أوقات بحس إن أنتوا بتسألوا عليا حتى ولو من بعيد، وأوقات تانية بحس إن أنتوا بتبعدوا أكتر. فأنا ما بقتش فاهم أوي العلاقة بيننا أبعادها إيه بالظبط. الرسالة دي جاية لكم من برج الميزان، برج الجوزاء، برج العذراء. الرسالة الخامسة جاية لكم من شخص ما في حياتكم، عايز يقول لكم فيها ده مش احسن وقت بالنسبه لي ان انا افكر في اي علاقه في الوقت ده. انا محتاج ان انا ابعد، ومحتاج ان انا اهتم بنفسي اكتر من اي حاجه تانية. الشخص ده ما يفكرش في اي علاقه في الوقت الحالي، في احساس ان هو بيسيب او بيبعد اكتر ما بيقرب. الرساله دي جايلكم من برج الاسد، برج السرطان. خليني اشوف الحظ الفتره دي هيجيلكم من انهي برج. Universe, please tell me, amongst the 12 houses of the zodiac signs from Aries to Pisces, which is the luckiest house for Taurus during this period of time and onward? حظ عندكم في البيت ال11. توقعوا ان انتوا الفترة دي الاصدقاء بالنسبة لكم ممكن يكون مهمين في حياتكم. البيت ال11 عندكم هو برج الحوت. في خلال الفترة دي كمان جايز تكونوا مهتمين اكتر باهدافكم وتطلعاتكم في الحياة. بعض الامور اللي انتوا عايزين تحققوها، سواء على المستوى العملي، سواء على المستوى المالي، سواء او حتى على المستوى العاطفي. بس يمكن الفترة دي انتوا هتلاقوا في ناس كتير بتسأل عليكم، اصدقائكم مهتمين ان هم يكلموكوا في التليفون. مش بعيد تقابلوهم في الويكندز، تخرجوا مع بعض بقى، تقضوا وقت لطيف. خاصة ان احنا في الصيف دلوقتي الناس كلها في الويكندز بتستغل الفرصة وتروح اماكن بعيدة على البحر مثلا، يكون فيها الجو الطف شوية. فانا عندي احساس ان انتوا في خلال الفترة دي ممكن آه يعني هتقابلوا اصدقائكم اكتر من اي وقت تاني. يعني في مجال للسوشيال اكتيفيتيز بالنسبه لكم اكتر من اي وقت تاني. بغض النظر عن انه الاوبوزيشن اللي حاصل دلوقتي يمكن ما بين المريخ وما بين ساترن، ممكن ما يكونش ليكم مزاج قوي ان انتوا تضربوا مشاوير بعيدة او تسافروا سفريات بعيدة.
ممكن تكونوا حاسين انه انتوا محتاجين في خلال الفترة دي تقعدوا مع نفسكم اكتر ما تشوفوا ناس. ده بسبب الاوبوزيشن اللي حاصل ما بين المريخ وما بين ساترن. بس الاوبوزيشن ده كمان ممكن يقول ان انتوا جايز عايزين تشغلوا نفسكم في حياتكم اليومية بحاجات ممكن تكون بالنسبة لكم مفيدة أكتر من إن انتوا يكون عندكم من إن انتوا تسافروا، أو إن انتوا يكون عندكم social activities، أو يعني حابين في خلال الفترة دي يمكن إن انتوا تقعدوا مع نفسكم أكتر. خليني أقول كده. وده ممكن يكون بيتعارض شوية مع فكرة إن انتوا تسافروا أو تروحوا أماكن بعيدة. بس انا اعتقد ان الانرجي دي انرجي مؤقته قوي، لانه خلاص يعني الاوبوزيشن او التعارض اللي ما بين المريخ وما بين ساترن قدامه كام يوم كده، والموضوع ده ينتهي يعني. فاهمين قصدي؟ آه فجايز في خلال الفترة دي يكون عندكم شيء من التحسب شوية من ان انتوا لا لا لا، انا مش عايز اسافر. لا لا لا، انا ماليش مزاج اروح مكان بعيد الفترة دي. انا عايز اقعد مع نفسي اكتر، عايز افكر في حياتي، عندي حاجات عايز اعملها، عندي اولويات لازم احققها، في تارجت انا عايز اوصل له بشكل او باخر سواء في شغلي. آم، جايز يكون مجموعة منكم عندكم صعوبة في خلال الفترة دي ان انتوا تاخدوا اجازة وتسافروا مثلا بسبب ضغوط الشغل، بسبب ان انتوا عليكم التزامات في الشغل دي اكتر، محملينكم فوق طاقتكم في خلال الفترة دي. خاصة ان وجود المريخ في البيت السادس ده اوريدي لوحده هيخلي عندكم حماسة غير عادية ودرايف كده ان انتوا حياتكم اليومية تكون مشحونة، وان انتوا لو عليكم تاسكس او واجبات معينة محتاجين تحققوها في خلال الفترة دي، وجود المريخ هيساعدكم قوي. انما جايز ده يكون سبب من الاسباب اللي بيخليكم مش قادرين مثلا ان انتوا ترتبوا الاجازه بعيده، لان عندكم التزامات في الشغل لازم توصلوا لها، في قرارات انتوا خدتوها ومحتاجين ان انتوا تمشوا عليها، وما ينفعش في الوقت الحالي ان انتوا مثلا تسافروا او تبعدوا. في تعارض شويه ما بين الالتزامات وما بين الرغبه في السفر او البعد او اللاجرز يعني، او الاستمتاع في الوقت الحالي. تيك ات ايزي، ده اقدر اقوله لكم يعني في الحاله زي دي. تيك ات ايزي، اعملوا اللي عليكم في الشغل وفي الحياه اليوميه والالتزامات، بس لو عندكم وقت فاضي ما يمنعش ان انتم ممكن تقضوه شويه مع اصدقائكم، ممكن تخرجوا شويه، تبعدوا شويه، روحوا مكان ناحيه البحر، لانه برج الحوت برج مائي، فبالتالي ممكن يكون فكرة وجودكم ناحية البحر ده ممكن تكون فكرة مناسبة في خلال الفترة دي. آم، خليني كمان اقول ان بوجود المريخ عندكم في البيت الخامس اللي هو في برج العذراء، ده ممكن يكون بيقول كمان ان انتوا مشاعركم الداخلية او رومانتيكلي يعني عاطفيا، جايز تكونوا لسه متعلقين بشخص ما في حياتكم في خلال الفترة دي، بس الظروف ممكن تكون بتحكم عليكم ان انتوا لازم تبعدوا عنه، وانتوا ما بين ان انتوا تبعدوا وما بين ان انتوا تقربوا من الشخص ده، في احساس ان انتوا كده تايهين في النص. اوكي. آم، ده الاوبوزيشن اللي ما بين زحل وما بين المريخ. اوكي. جايز تكونوا بتلزموا نفسكم بالبعد، وده ممكن يكون بيتعارض شوية مع رغباتكم الدفينة تجاه العلاقة دي أو تجاه الشخص ده. في إحساس إن أنتوا جايز تكونوا واخدين قرارات متعسفة في خلال الفترة دي تجاه الشخص ده، أو تجاه نفسكم بالأصح. أوكي. زي ما تكونوا بتمنعوا نفسكم عن علاقة أنتوا عايزينها، جايز تكونوا شايفين إن الظروف ضد العلاقة دي، أو جايز تكونوا شايفين إن أبعاد العواطف ما بينكم وما بين الشخص ده مش رايحة لحتة معينة، فانتوا مضطرين ان انتوا تبعدوا، بس انتوا جايز اكشلي ما يكونش عندكم الرغبة في البعد ده، بس التعارض ما بين المشاعر وما بين التزاماتكم تجاه نفسكم ممكن يكون انرجي صعبة شوية، بتستدعي منكم في خلال الفترة دي ان انتوا تقعدوا مع نفسكم اكتر، وتفكروا في الموقف بشكل موقف صعب، هو مش سهل، لان الموقف ده اللي هو انتوا عايزين حاجة بس في نفس الوقت مضطرين ان انتوا تعملوا عكسها، ففي احساس الاضطرار ده، والاضطرار ده لما بيكون متعلق بالمشاعر بيبقى الموضوع اصعب كتير. انما بغض النظر عن كده، انا عندي احساس ان انتوا حياتكم العائليه في خلال الفتره دي هتكون مشحونه شويه بدخول الشمس وبدخول
عطارد وبوجود فينوس اوريدي في البيت الرابع. فانا عندي احساس ان انتوا ممكن تكونوا في خلال الفتره دي هتحسوا ان انتوا بيتوتيين شويه، عايزين تقضوا وقت اكتر في البيت. آم، فده جايز يكون كمان سبب من الاسباب اللي ممكن تكون مخلياكم ملكوش رغبه كتيره قوي ان انتوا تروحوا اماكن بعيده. اوكي. آه عموما ايا كانت بقى اهدافكم في خلال الفتره دي وتطلعاتكم اللي انتوا عايزين تحققوها، انا شايف ان هي آه بالحظ عندكم في البيت ال11، والبيت ال11 اساسا هو بيت الحظ، بالاضافه لان هو بيت الاهداف والتطلعات اللي احنا عايزين نوصل لها. اللي جايز بالنسبه لكم تكون بتتعارض شويه مع رغباتكم العاطفيه، بس انا عندي احساس ان انتوا هتعرفوا تمسكوا العصايه من النص كويس. ده غير ان انتوا سواء كده او كده في جميع الاحوال عندكم فرصه في خلال الفتره دي ان انتوا تشوفوا اصدقائكم زي ما قلت لكم. ممكن يكونوا كمان ناس جايين من السفر، او ناس انتوا حابين ان انتوا تسافروا لهم، او هتسافروا مع بعض بغض النظر عن ان الظروف ممكن ما تكونش مناسبه قوي بالنسبه لكم، وممكن تكونوا حاسين ان انتوا مالكوش نفس قوي، بس الفرص دي كلها هتكون متاحه. آم، ف انا شايف انها انرجي حلوه قوي، بس اهم حاجه ان انتوا تحاولوا تستعملوها بطريقه ايجابيه شويه، وتحاولوا تتجنبوا السلبيات اللي بتكون احيانا بتفرض نفسها علينا. بس حاولوا تركزوا في الايجابيات اكتر من السلبيات فيما يتعلق بالسوشيال اكتيفيتيز او علاقاتكم الاجتماعيه، وحاولوا تفصلوا ما بين ان انتوا ممكن يكون عندكم في اصدقاء محتاجين ان انتوا تشوفوهم وتقضوا معاهم وقت، وما بين اوقات ان انتوا جايز تكونوا حاسين ان انتوا you're feeling down كده وعايزين تقعدوا مع نفسكم مش عايزين تكلموا حد. اذا قدرتوا تعملوا البالانس ده، دي حاجه طبيعيه، الناس كلها بتمر بالاوقات دي. انا عن نفسي اوقات كتير قوي بحس ان انا عايز اقعد، ماليش ناس اشوف حد. ناس بتكلمني عايزين يخرجوا مش عارف ايه، لا لا لا، انا قافل الفتره دي، محتاج ان انا اقعد مع نفسي. فمش وحش ان الواحد يقعد مع نفسه، بس في نفس الوقت حاولوا ان انتوا توجدوا الوقت اللي انتوا ممكن تقضوه مع اصدقائكم، لان انا عندي احساس ان انتوا اهدافكم في خلال الفتره دي ممكن تتحقق من خلال اللمه، ومن خلال ناس ممكن يكونوا كانوا مسافرين بعيد عنكم وفي خلال الفتره دي هيرجعوا وهتشوفوهم، ومحتاجين ان انتوا تقضوا معاهم وقت. اوكي. بتمنى لكم التوفيق، بشكركم على المشاهده والمتابعه والتعليقات اللي بتكتبوها في الكومنت سيكشن. اذا حابين قراءه خاصه الايميل بتاعي في الديسكربشن بوكس. اذا اول مره تشوف القراءه لو عجبتك بليز لايك شير اند سبسكرايب عشان نوصل الشانل لاكبر عدد ممكن من الناس. في لينك في الديسكربشن بوكس توصلكم البلاي ليست بتاعت الشانل. اذا حابين في اكتر من 2000 فيديو مور ذان ويلكم تتفرجوا عليهم، اتس اول فري. خدوا فكره عن الناس اللي انتوا بتحبوهم، الانرجي بتاعتهم عامله ازاي عشان تعرفوا تتعاملوا معاهم في المستقبل. مرة تانية بشكركم على المشاهدة والمتابعة والتعليقات. أنا زاي من تارو تشانل. I love you all and I'll see you when I see you. Ciao.